رشيد قال هلال بن خباب مرفوض، لم يروي لهلال بن خباب لا البخاري ولا مسلم. هلال بن خباب لم يروي له البخاري ولا مسلم. سؤال: إذا كان هلال بن خباب حديثه صحيح، لماذا لا نجد له ولا حديث واحد في الصحيحين في بخاري ومسلم؟ إذا كان هذا الشخص يروي أحاديث صحيحة، لماذا لا نجد له أي حديث في البخاري ولا مسلم؟ رشيد قال أن هلال بن خباب مرفوض. مرفوض ليه؟ قال رشيد: لم يروي لهلال بن خباب لا البخاري ولا مسلم. ورشيد يتساءل يقول: إذا كان هلال بن خباب حديثه صحيحا، فلماذا لا نجد له ولا حديثا واحدا في الصحيحين في البخاري أو مسلم؟ وإذا كان هذا الشخص يروي أحاديث صحيحة، فلماذا لا نجد له أي حديث في البخاري أو مسلم؟ والجواب وبكل سهولة أن رشيد أصلا لا يعرف اسم صحيح البخاري، ولو أنه يعرف اسم صحيح البخاري لما تجرأ أن يقول هذا الكلام. أنا مش هقول عليه أضحوكة زي ما هو قال عليا، عشان محدش يقول إن أنا بشخصن الموضوع أو أي حاجة زي كده، وعشان ما يطلعش رشيد يقول أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص. لا، خلينا في الفكرة وخلينا في الموضوع. ولو أن رشيد قرأ ولو 5 دقائق، 5 دقائق بس في سيرة الإمام البخاري، لما تفوه بكلمة واحدة من هذا الذي قاله. أنا مش عايز أصف فعل رشيد بأي لفظ كده ولا كده عشان محدش يقول إن أنا بشخصن الموضوع. لا لا لا، أنا مش محتاج أتكلم عن شخص رشيد، لكن الكلام فعلا اللي قاله رشيد ما يقولوش واحد يعرف حتى اسم صحيح البخاري، أو واحد قرأ 5 دقايق في سيرة الإمام البخاري. انتوا عارفين صحيح البخاري ده اسمه ايه؟ تعالوا نفتح الكتاب امام حضراتكم على الشاشة. صحيح البخاري، تعالوا على المقدمة صفحة رقم 5. يقول: وخلف الإمام البخاري مؤلفات علمية تشهد بعلو كعبه، ويأتي في مقدمة تلك المصنفات صحيح البخاري، والمسمى الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. يبقى صحيح البخاري اسمه ايه؟ الجامع الصحيح المسند المختصر. هل يا جماعة اللي بيختصر بيجمع كل الصحيح؟ طب هل البخاري ادعى أنه جمع الصحيح فقط وترك الضعيف؟ تعالوا على أفضل شارح لصحيح البخاري، تعالوا نفتح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني. هنخش على المقدمة اللي هي هدي الساري، مقدمة فتح الباري، الجزء الأول من المقدمة، صفحة رقم 10. وروى الإسماعيلي عنه، يعني عن البخاري، قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. تاني كده، أنا عايز رشيد يسلك ودنه ويسمع. قال البخاري: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. يبقى الروايات والأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري ولم يضعها في كتابه أكثر من الروايات الصحيحة التي وضعها في كتابه. طب هو ترك الصحيح ليه؟ لأنه قصد أن يكون كتابه مختصرا. وقال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. إذن كان في أحاديث صحيحة ومع ذلك تركها البخاري. يعني البخاري نفسه لم يزعم أنه جمع كل الصحيح في كتابه. أنا أظن أن لو البخاري ظهر بيننا الآن وقال لرشيد أنني لم أجمع كل الصحيح في كتابي، لقال له رشيد: كلا، لقد جمعت الصحيح أيها البخاري، ولكنك لا تعلم أنك قد جمعت الصحيح. عرفت ليه رشيد البخاري لم يخرج هلال بن خباب أو غيره؟ طب الإمام جعفر الصادق ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكان من العلماء الأجلاء من آل البيت رضي الله عنه وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين، ومع ذلك لم يخرج له البخاري في صحيحه. هل معنى ذلك أن جعفر الصادق ضعيف؟ أبدا. نعرف أن هلال بن خباب لا يعتمد عليه، أحاديث مرفوضة رفضها البخاري ومسلم. وأنا الآن لو قلت لرشيد: ائتني بكلام صريح وواضح للإمام البخاري أو مسلم يقول أحدهما أو كلاهما أننا نرفض ونرد حديث هلال بن خباب، لما استطاع أبدا.
لكن هو عارف ان محدش من النصارى هيدور، هم النصارى عارفين يعني ايه صحيح بخاري ولا صحيح مسلم، ولا هلال بن خباب ده يطلع مين ولا مين اللي رواله. رشيد حينما كان يعلق على رواية هلال بن خباب قال: على العموم الحديث مرفوض، مرفوض من عند علماء الإسلام ليس من عندي. على العموم الحديث مرفوض ليس من عندي، ده من عند علماء الإسلام. مين من علماء الإسلام رفض هذا الحديث؟ لا يوجد. وعلى العكس من ذلك أنا أتيته بعلماء وجهابذة الإسلام الذين يرضون بحديث هلال بن خباب، ولست في حاجة أن أذكر أسماءهم على مسامعكم مرة أخرى. ورشيد يقول هذه شروطهم للصحة ولم تتوفر في هلال بن خباب. هذه شروطهم للصحة ولم تتوفر في هلال بن خباب. طيب ما دام انت رجعت الأمر لعلماء الإسلام، علماء الإسلام بالكامل يقبلون حديث هلال.